أستاذ دكتور زكي البحيري، الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة. أهلا بحضرتك معنا في اليوم السابع. كنا عايزين نسأل حضرتك أو نتناقش في التعليم ما قبل الجامعة. إيه رؤية حضرتك بقى؟ يعني هو التعليم بشكل عام في مصر الحقيقة تراجع بدرجة كبيرة في العقود الأخيرة، لأن النظام السياسي اللي كان موجود في مصر كان لا يهتم بمسألة تعليم وتثقيف الشعب المصري والطلاب المصريين الموجودين، ربما كان يهدف إلى تجهيل الناس أكثر من أنه يعلمهم. لذلك فهناك مشكلات في المدارس وفي الجامعات. لو كان حديثنا دلوقتي منصب على المدارس أو التعليم ما قبل الجامعي، أنت طري حضرتك المشاكل أمامك، لأن نسبة الحضور مثلا في الثانوي العام على سبيل المثال هذه نسبة ضئيلة جدا، لا تذكر، ربما لا يحضر 1% من الطلبة في لا طابور الصباح ولا الحصص الدراسيه، ويعتمدوا على الدروس الخصوصيه ويعتمدوا على انهم يروحوا مراكز تقويه، وكأن المدارس انفضت. السؤال المهم الان هو كيف تعود مؤسسه المدرسه الى سابق دورها التعليمي والتربوي لكي تؤدي دورها اللي كان موجود زمان، وان الطالب يبقى منتمي لمدرسته ومنتمي لاساتذته ومنتمي لاداره هذه المدرسه وللتعليم اللي بيتعلموا منها. ماذا عن تصورك عن أوضاع التعليم المدرسي الآن؟ يعني هو استمرار لنفس الكلام اللي أنا بقوله، وأنت حتى لما تشوفي في المدارس الابتدائية حتى قالوا إن إحنا نعمل ملفات للطلبة عشان يعرفوا تطورهم التعليمي. اللي حاصل إن المدرسين نفسهم ما عندهمش أماكن يحطوا مثل هذه الملفات اللي هم البرفليو اللي هو يعني بيدرس أحوال الطلبة اللي هم موجودين هناك. ده نتيجة إن أعداد الطلبة كبيرة، فهم مش قادرين يلاحقوا كده. الحاجة الثانية حتى المناهج المدرسية فيها خلل كبير. الإدارة المدرسية فيها يعني حديث ولا حرج. الإدارات المدرسية نفسها غير مهتمة، ويجب أن يختار أعداد من الناس اللي هم جديرين بأن يكونوا مديرين للمدارس من الابتدائي حتى الثانوي على درجة عالية من التأهيل والوعي والإخلاص والوطنية عشان يقدموا لبلدهم، مش مجرد واحد إداري كده وخلاص. عايزين ناس تكون عندها تأهيل وعندها معرفة. في هذه الحالة يمكن إن احنا نطور أحوال التعليم. دكتور زكي، ماذا عن تصورك عن إصلاح عملية التعليم؟ الإصلاح عملية التعليم هي منظومة كبيرة جدا، لا تبدأ من المدرسة نفسها. حتى المبنى المدرسي محتاج إلى إنه إحنا نهتم بالمبنى المدرسي ونظافته وشياكته وأبوابه ومداخله ومخارجه وأسواره والأفنية اللي موجودة اللي بيلعب فيها الطلبة، بالحدائق، بالمكتبات. يعني دي هذه نقطة ثانية، أنت لازم تهتم بالإدارة المدرسية نفسها، لازم تطور هذه الإدارة المدرسية بدرجة كبيرة. وبعدين كمان يجب تهتم بنوع أنواع المناهج المدرسية، يجب يعاد النظر فيها بالشكل اللي يواكب التطورات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة، ويعبر عن الثقافة القومية والانتماء الوطني والبعد العربي، ويتكلم عن المشاكل الحقيقية بيننا وبين دول المحيط بينا وخصوصا إسرائيل. يعني كل مثل هذه الموضوعات. أيضا يجب كمان أن احنا نهتم في نفس الوقت بطرق التدريس، ولا نعتمد على التدريس اللي يقوم على الحفظ والتسميع والتلقين. لا، لابد أن يقوم على الحوار والجدل بين الأستاذ وبين الطالب، حتى نخرج ناس عندها قدرة على الحوار وعلى الجدل، ولا تهاب الأمور، وأنها تبدع وتفكر، لأنك لا تستطيع أن تبدع وتفكر إلا إذا كنت واثقا من نفسك، متخلصا من مشاكلك، متخلصا من خوفك أيضا في علاقتك بالأستاذ أو بالإدارة أو شيء من هذا القبيل. كذا الأمر بالنسبة لنظم الامتحانات نفسها، يجب أنها تقوم على الامتحانات التحريرية والامتحانات الشفوية، ولكن حتى الامتحانات التحريرية يجب أن يتغير نظامها، ليس بهذا الشكل التقليدي اللي هو موجود بالشكل اللي هو موجود دلوقتي. ما رأيكم في أوضاع المدارس وخاصة المدارس الخاصة؟ يعني دلوقتي المدارس الخاصة أصبح عندنا إحنا دلوقتي أنواع المدارس تعددت ما بين مدارس حكومية ومدارس تجريبية ومدارس متميزة ومدارس خاصة ومدارس لغات ومدارس أجنبية. المدارس الخاصة
والمدارس الأجنبية والمدارس اللغات. هذه المدارس عبارة عن مشروعات. أنا في تصوري أن الذين دخلوا مثل هذه المشروعات بدلا من أنهم يتكسبوا من خلال مشروعات صناعية أو زراعية أو كذا، وجدوا أن البشر يمكن أن يتاجروا فيه أيضا بأنهم يعملوا هذه المدارس ويدفع بقى بالالافات سنويا، والنتيجه ايه؟ نفس المدرسين هم نفس النظام، الثانوي هنا زي الثانوي هنا، عدم الحضور هنا زي عدم الحضور هنا، وبعدين مدرسين لا يتحصلوا على مرتبات بالقدر الكافي، وبالتالي مراهنين على الدروس الخصوصيه. فتصبح العمليه عمليه تلقين وحفظ سين وجيم سين وجيم دون حتى ان يدرك الطالب اساس الموضوع اللي هو بيدرس فيه او اللي هو بيتعلمه. من وجهة نظركم كيف نقضي على الدروس الخصوصية؟ لا يمكن أن نقضي على الدروس الخصوصية إلا من خلال تغيير المنظومة التعليمية، وضمن أهم الأشياء التي يجب أنها تغير في المنظومة التعليمية هو مرتب المدرس نفسه. ده أنا عاوز المدرس اللي يحط رجله في المدرسة أيا كان، في الابتدائي في الإعدادي في الحضانة، أقل حاجة ياخد 1500 جنيه. إزاي؟ ما أعرفش. هذا أمر طبيعي. ليه؟ لأن ده بيربي أجيال وبيربي عقول. لابد ان هو وبعدين يتطور في مرتبه ده، يعني بعد مثلا 5 سنين يكون بياخد 2500، بعد 10 سنين بياخد 3500 مثلا. يبقى في الحاله دي هقول له ممنوع الدروس الخصوصيه نهائيا بعد ما غير المناهج الدراسيه بحيث تتناسب ليس مع التلقين والحفظ، وانما تقوم على الفهم والادراك وعلى الحوار وعلى الجدل واشياء من هذا القبيل. انا هقول له هنا انت يا سيدي بعمل لك حاجه اسمها قانون تجريم الدروس الخصوصيه، بمعنى اذا انت قمت بعمليه اعطاء دروس خصوصيه وانت مدرس المدرسه، انا هنا برفدك، ادي 1. 2 بحرمك من كل المعاشات وكل الاشياء الاخرى. انا هعمل كده، اطلع في الشارع، انا نظامي كده ودي اللي عندي، عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك ما تخشش التعليم. ادي واحده. الواحده الثانيه، لو ان ناس من خارج التعليم هم اللي اعطوا دروس خصوصيه، بقول له أنت هنا تسجن. ليه؟ لأنك تقوم بعمل ليس من اختصاصك، لأن المفروض العملية التعليمية ليست عملية تلقينية وتعليمية فقط، وإنما عملية تلقين، ليست عملية تلقين، إنما هي عملية تعليمية وتربوية. هذه المفروض يقوم بها واحد متخصص. حدثنا عن مشاكل المناهج الدراسية. المناهج الدراسية فيها مشاكل كتير. بعض الاساتذه اللي هم لاساتذه الكيمياء والطبيعه بيقولوا ان المناهج ديت احنا درسناها من 40 سنه لما كنا طلبه في المدارس، لم يضاف اليها اشياء جديده فيما يتصل النهارده بالنت، فيما يتصل مثلا بالموبايل وكذا، فيما يتصل بشبكات الدولية وأشكالها المختلفة وبرامجها المتعددة. في دراسات مختلفة جديدة بدأت تخش، المفروض أنها تدخل إلى المناهج الدراسية فيما يتصل بالفيزياء أو غيره. فنقصد أقول أنا يعني أقصد أقول إن لابد إن إحنا نضيف إلى هذه المناهج الجديد، ولابد أن يتصدى لعملية تأليف هذه المناهج ناس لم يكونوا قد اشتركوا قبل ذلك في عملية تأليف المناهج، حتى لا يعيدوا نفس ما كانوا قد كتبوه قبل ذلك بسلبياته التي نريد أن نتخلص منها. كيف نجعل المدرس يجيد في العملية التعليمية؟ عشان نجيد في العملية التعليمية يبقى لازم أول حاجة إن أنا بديله المرتب اللي أنا أشرت إليه دلوقتي، مرتب كويس معقول. النقطة الثانية إن أنا بأهله، بمعنى إن أنا بخليه يتدرب من حين لآخر على الجديد في مجال علمه. إذا كان في مجال مثلا الكيمياء يبقى الجديد في مجال الكيمياء، إذا كان في الطبيعة يبقى في مجال الطبيعة، إذا كان في التاريخ يبقى في مجال التاريخ، وهكذا. يبقى بيشوف إيه الجديد في المجالات العلمية اللي هو متخصص فيها. هذه واحدة. يبقى واحدة ثانية. نقطة ثالثة إن أنا بعمل جزاء، الثواب والعقاب لكل من يقوم بالعملية التعليمية، وأن أنا أتابع وأن يبقى في حضور، وأن مؤسسات، وأنه لا تقوم أي عملية علمية تعليمية لطلاب المدارس وغيره خارج نطاق أسوار المدارس، كما هو الأمر في اليابان. يظل في المدارس حتى الساعة 3:30 والساعة 4 مساء، ويروح الطالب. مامته تعتبر الأم المدرسة هناك في اليابان، المعلمة اللي بتعلم أولادها وتظهر معاهم وكذا وكذا. وحتى لما تأتي الامتحانات في اليابان تأتي على مستوى عال جدا، ولدرجة الناس تشتكي. لما يشتكوا يردوا عليهم في الوزارة، يقولوا لهم لا نستطيع أن نقلل
او نخفض من مستوى الامتحانات، لان هذا هو المستوى الذي يجب ان يكون عليه مستوى التعليم الذي يعبر عن دولة اليابان. ليست لعبة، السؤال ده صعب والسؤال ده مش هي لعبة، دي اللعبة انتوا على مزاجكم. هل عملية التقويم والامتحانات مناسبة الآن؟ ليست مناسبة، لأن عملية التقويم المفروض تبقى فيها 3 مستويات. مستوى الأولاني إن يجب أن تكون في امتحانات متتالية داخل الفصل الدراسي خلال السنة، حتى بالنسبة للثانوية العامة. إزاي لازم هذا الكلام؟ على ألا يقوم المدرس ببيع الدرجات. إزاي لازم نغير من سلوكيات ومن أخلاق ومن تأهيل ومن مرتب. يبقى في الحالة دي هيبقى عندنا مجتمع مختلف. يبقى عاوزين ادي النقطة الثانية يكون في امتحانات تحريرية. النقطة الثالثة يكون في الامتحانات التحريرية يكون بشكل جديد مختلف عن الامتحانات السائدة الآن. النقطة الثالثة يكون امتحانات شفوية، يكون الطالب يواجه ويتكلم ويتناقش وكذا، مش عملية حفظ اهو قرر خلاص. أنا شفت ناس متخرجين من الكليات ودول اتعينوا معيدين ومعيدات هم عبارة عن حفظة زي ما يكون في الكتاب، لكن ليسوا على قدر من المعرفة. المفروض ان انت تكون على قدر المعرفة وقدرة على الابداع وقدرة على التفكير وقدرة على التحليل. المجتمع النهارده بيتغير وبيتطور، وازاي طرق التطوير وطرق التغيير وطرق التنمية تأتي منين؟ واحد بيفكر مش واحد حافظ. ماذا عن كليات التربية؟ كليات التربية بالوضع الحالي ليست مناسبة. يجب ان كليات التربية يعني ينحصر عطائها في مستوى الدراسات العليا. ليه؟ لأن احنا عاوزين ناس تتخرج من كليات العلوم، وناس تتخرج من كليات الآداب، ناس تتخرج من كليات التجارة إلى آخره، ويحبوا إن هم يكونوا مدرسين، يذهبوا إلى كليات التربية. هذه الكليات مشكورة تقوم بأنها تدرس لهؤلاء الطلاب دبلوم خاص أو دبلوم عام أو شيء من هذا القبيل، لكي تؤهله لكي يكون معلما مناسبا. لا أما عملية التعليم النهارده في كليات التربية، المواد الأكاديمية التخصصية مع المواد التربوية بيحصل خلل وخلط، بيقلل من كمية المعلومات والدراسات المتخصصة في المجالات اللي متخصص فيها الطالب، في كيمياء، في طبيعة، في رياضة، في إنجليزي وهكذا. ما هي أهمية التعليم الفني الآن؟ التعليم الفني هو إذا كنا نريد أن نطور التعليم قبل الجميع بشكل عام، وخصوصا في المرحلة الثانوية، علينا أن نركز على التعليم الفني، لأنه الفترة القادمة هي فترة التطور والتنمية تتطلب أن يكون عندك مدارس فنية. هذه المدارس الفنية بعضها في الزراعة، بعضها في الصناعة، ومجالات مدارس الصناعة في مجالات في الميكانيكا وفي الكيمياء، وفي قصدي في مجالات يعني في النجارة، في الحدادة، في الميكانيكا، في الكهرباء، في مجالات مختلفة. فمن الواجب اني كل تخصص من هذه التخصصات يأخذ حقه من العمل ومن الدراسة ومن التدريب في المصانع مباشرة، لكي يؤهل عندما يتخرج من هذه المدارس ان هو يشتغل وينتج، بدل ما نجيب صناعاتنا من الصين اللي اصبحت من ان احنا بنجيب من عندهم من الابره لاي حاجه تخطر ببالك جايه من الصين. لا، احنا نصنع احنا بلدنا عشان اولادنا هم اللي يشتغلوا، بدل ما يكونوا عاطلين بالشكل اللي هو موجود دلوقتي. وبالتالي احنا نستفيد من عملية الإنتاج والصناعة وإلى آخره. هل لكم دراسات في هذا المجال؟ لي أنا دراسات، مجموعة من الأبحاث مختلفة ومتعددة. يعني أشير إلى أن أهمها على الإطلاق كتاب اسمه استراتيجية حديثة للتعليم في مصر. عام 2008 أنا قدمت هذا الكتاب في مؤتمر التعليم، قدمت جزء منه في مؤتمر التعليم، وأهديت حتى الوزراء اللي كانوا موجودين، لكن من يرى ومن يسمع. هم بيحضروا مؤتمرات لمجرد مؤتمرات كلام دون تنفيذ. المهم يتحول هذا الكلام وهذا البرنامج إلى برنامج عملي في الواقع. انزل المدارس وانزل الادارات واشوف ايه اللي موجود وايه اللي عاوز يتغير، احتك بالناس. ممكن الناس يزودوا ميزانيه التعليم اللي خاصه بالتعليم ما قبل الجامعي، يمكن الناس هم يزودوا الناس بالفلوس ويساعدوا وكل حاجه، عندما يثقوا ان هذه المبالغ الماليه سوف تذهب لاولادهم ولبلدهم ولمؤسساتهم العلميه. شاكرين قوي لحضرتك.